مخطط التسريع الصناعي يتكرس اليوم على موقع طنجة بإبرام 13 اتفاقية في مجال السيارات، اتفاقيات تهدف إرساء منظومة متكاملة لتصنيع أجزاء السيارات من أسلاك كهربائية، أغشية مقاعد السيارات والبطاريات. تطبيق هذه المنظومة سيفرز في أفق 2020 أكثر من 56 ألف منصب شغل، أي 63% من مجموع مناصب الشغل المتوقعة بالنسبة لقطاع السيارات، والمقدرة ب90 ألف فرصة عمل، ورقم معاملات عند التصدير يناهز 24 مليار درهم. La fédération de l'automobile est à 90 000. إذا كان قطاع السيارات يراهن على 90 ألف منصب شغل، فإن الاتفاقية الموقعة اليوم تضمن لوحدها 5400 فرصة عمل وبشكل آني، حيث أن الوحدة هي الآن قيد الإنتاج. الاتفاقية تضمن أيضا التزام المجموعة بمنظومة إنتاج متكاملة لإحداث 56 ألف فرصة عمل، وبذلك فإن قطاع السيارات لوحده سيخلق خمس مناصب الشغل المقررة برسم مخطط التسريع الصناعي. تغيير جذري شهده قطاع السيارات في غضون السنتين بالمغرب. اليوم تتصارع وتيرة التحاق المجموعات المناولة مستفيدة من مخطط التسريع الصناعي الذي أعلن عنه المغرب برسم 2020. اليوم نعيش فعلا دخول قطاع السيارات بالمغرب مرحلة اندماج محلي حقيقي. هو إذن الموقع الثاني للإنتاج الذي تدشنه مجموعة أونتولين المتخصصة في صناعة أغشية مقاعد السيارات بطنجة. استثمار سيضاعف فرص العمل التي توفرها المجموعة بالمغرب، ويعزز ثقة المستثمرين في تموقع المغرب كقاعدة صناعية للسيارات تكتسي تنافسية أكبر.